وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الليلة العاشرة استمعنا إلى سورة التوبة. سورة التوبة هي السورة الفاضحة للمنافقين. فضحت المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تفضح المنافقين في عصرنا وإلى آخر الزمان كذلك. للصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت سورة التوبة وفيها أوصاف المنافقين وفيها قول الله تعالى ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، قالوا لا زال الله تعالى يقول ومنهم حتى ظننا أنه لن يترك منهم أحد، يعني سيبين أوصافهم جميعا. استمعنا في سورة التوبة في أوصاف المنافقين أعاذنا الله إياه. ومنهم الذين يؤذون النبي. تخيل، يؤذون النبي ويتكلموا عليه ويقولون هو أذن يعني بيسمع لأي حد بلد. فربنا أجاب قال قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني أذن خير بيسمع للخير. طيب يؤذون النبي ويقولون هو أذن. طيب قول الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات. يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم. اللمز هو الايه؟ هو الإعابة. ويل لكل همزة لمزة. قال الله تعالى في سورة الحجرات ولا تلمزوا أنفسكم. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعيبك يا محمد ويطعن في قسمتك، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الصدقات ينظر المصالح وأصحاب الحاجات ومصالح الدعوة وكذا، فهم يقولون هذه قسم ما أريد بها وجه الله، ويطعنوا في إيه؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يلمزك في الصدقات، لكن إذا أعطاهم يرضوا يبسطوا، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يعني نبقى نقف تاني عند الآية دي لوحدها عشان نشوف بس كده رعاية مقام التوحيد. لكن تعالوا نرجع تاني للمنافقين. هؤلاء المنافقون ليس عندهم خطوط حمراء يقفون عندها، وليس لهم دين، دينهم المصلحة. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون. الذين يطعنون في الدين، يطعنون في القرآن وفي السنة ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وكذا، لو وجدوا من المسلمين من يدفع لهم أكثر مما يدفع لهم أعداء الإسلام لتحولوا، يعني يدافعون عن الإسلام ولطالت لحاهم إلى الأرض. لكنهم قوم يهمهم ملء بطونهم. عندنا أيضا في سورة التوبة قول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اللي احنا قلنا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلمزون النبي ويطعنون فيه ويقولون هو منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب أليم. فالقرآن أورد كيف أنهم يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بالرسول ويطعنون في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يرون أخلاقه وشمائله ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. يعني المنافقين بتوع زماننا دول
يعني نقول هم ما شافوش حاجة، لكن سمعوا وقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يطعنون فيه. فأيضا خرجوا في غزوة مع الصحابة في مسير كده، هم ماشيين أخذوا بقى يتندرون، يعني يتندروا بمين بقى؟ يتندرون بقرائهم، بالقراء الذين يقرئونهم القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قالوا؟ قالوا ما وجدنا أرغب بطونا، يعني بطونهم واسعة، ما وجدنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء. القراء بتوعنا دول الصحابة دول جماعة بطونهم واسعة وبس، هم بق وخلاص ألسنة وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، ولما يجوا في المعركة تلاقيهم جبناء. يقولون ذلك عن الأسود الأشاوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا المشارق والمغارب، والجبناء الذين كانوا يتخفون وينكلون في الحروب هم المنافقون. والله تعالى وصفهم وقال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. طيب لما قالوا مقولتهم هذه ما وجدنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء، بلغت هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بهم فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا يا رسول الله كنا نخوض ونلعب، يعني الطريق يعني طويل وبنقطعه عشان يعني إنما كنا نخوض ونلعب. فنزلت الآيات، والله تعالى لم يكذبهم في مقالتهم، قالوا كنا نخوض يعني بنهزر. ولئن سألتهم، نزلت القرآن ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. بص بقى شوف الإجابة بقى، ما قالش لا لم تكونوا تخوضوا، لم تكونوا تخوضون، كنتم تتكلمون بجد، لا، قال لهم ماشي كنتم بتخوضوا وتلعبوا. لكن شوف بقى الإجابة القرآنية، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثلاثة دول خطوط حمراء ليست محل هزر وليست محل خوض ولا لعب ولا استهزاء. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. مين اللي كفرهم ومين اللي حكم عليهم بالكفر؟ رب العزة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وصلنا إلى يعني نهاية الكلمة. أنا لم أقوم بإسقاط هذا الكلام، لك أنت أن تسقطه. الله عز وجل يعني وضح لنا ووصف المنافقين ليه القدامى، أسقط هذا على المنافقين المعاصرين في المسلسلات وغيرها الذين يستهزئون. في أحد المسلسلات بعضهم أورد مقطعا، يا واحد طالع عامل شيخ ويقول على بيقول له إيه؟ بيقول له ده ربنا ممكن يسامحه عشان المزة اللي معاه. استهزاء بالله عز وجل بكل سهولة. الثاني كان بيطلع كده ويقول لنا هلك عني سلطانية دي سلطانية بالك، كلام استهزئ بالقرآن وغيره 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 بالك. والواحد طالع بيبحث شيخ ويبحث عن فتوى تبيح الزواج من امرأة أبيه ويقول له أنا هجيب لك فتوى بهذا. هذا في المسلسلات يا سادة، ربنا يعافيكم أنتم تتفرجوش وإحنا كذلك، ونسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين وأن يتوب عليهم. أقول قولي هذا أستغفر الله. وقل رب زدني علما. وقل رب زدني